السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال سنة 5 ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله أول حصة لينا في المنهج. هناخد المفهوم الأول اللي هو احتياجات النبات. هنشرح أول حاجة في الدرس عندنا زي ما واضح عندكم في الصورة كده ان احنا عندنا نبات، ما هو احتياجات نبات، يبقى احنا هنشرح نبات. طيب، يعني ايه احتياجات النبات؟ يعني هتقولي النبات بيحتاج ايه؟ صح، النبات فعلا بيحتاج ايه؟ النبات بيحتاج لمية والهواء، صح؟ لان احنا لما بنيجي مثلا نجيب زرع او حاجة ونيجي بنحطها فين؟ بنحطها في الهواء، فهي بتبقى لازم تبقى في الهواء. اكيد مش هجيبها واحطها مثلا في الدرج او هحطها مثلا في اوضه مغلقه، اكيد لا، هحطها في الهواء. وكل يوم هسقيها بشويه ميه، يبقى هي محتاجه الميه، يبقى دول شيء اساسي. طيب، دلوقتي كمان هي محتاجه لحاجه تانية مهمه، الشمس، ضوء الشمس، وهنعرف ليه كمان شويه. المهم انه الثلاث حاجات دولت شيء اساسي بالنسبه للنبات. طيب، يبقى الحاجات الأساسية عندي اللي بيحتاجها أي نبات هي المية والهواء وضوء الشمس. في حاجة رابعة بقى كمان النبات بيحتاجها، ايه هي؟ التربة. أنا مثلا لما باجي أزرع أي نبات عندي بنعمل ايه؟ بنجيب قصيص. القصيص ده بيبقى فيه نوع معين من التربة، صح؟ بنقوم حاطين البذور فيها وزاقين بالمية وسايبينها في الهواء وضوء الشمس، فتلاقي النبات مثلا بينمو معاك مع مرور الزمن، صح؟ طيب، دلوقتي التربة اللي عندي ديت هل هي شيء أساسي للنبات؟ قالك لأ، التربة هي شيء غير أساسي للنبات. ليه؟ لأنه في نباتات بتنمو في تربة أرضية، وفي نباتات تانية بتنمو على الصخور عادي، وفي نباتات تانية بتنمو في المية، تبقى نباتات مائية. طيب، يبقى أنا عندي هنا النبات بيحتاج إلى 4 حاجات: ضوء الشمس، المية والهواء، دول شيء أساسي زي ما احنا قلنا، والتربة وهي شيء غير أساسي. طيب، أجزاء النبات. أنا عندي زي ما في الصورة اللي قدامك ديت، النبات مش مجرد حاجة واحدة كده أو جزء واحد، لأ، ده كذا جزء. عبارة عن ايه أجزاء النبات ديت؟ 3 أجزاء. يبقى أي نبات بيتكون من 3 أجزاء. احنا عارفين منها حاجتين بيبقوا ظاهرين لنا على طول فوق الأرض، بنبقى شايفينهم: الورقة والساق. اي نبات انت بتشوفه تقدر انك تمسك الاوراق بتاعته او تلمسها او تشوفها، وفي نفس الوقت هتلاقيها محمولة على حاجة طويلة كده مستقيمة، دي بتسمى الساق. طيب، في حاجة بقى تانية مستخبية تحت خالص، تحت التربة، تحت الارض في التربة، اسمها الجذور. الجذور ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفرعات من النبات. التفرعات ديت النبات بيستفاد منها في حاجات كتير جدا. ليه؟ لان الجذور دي مهمة جدا للنبات، بتخليه يعمل حاجات كتير. اعرف برضو كمان شوية ان شاء الله الجذور دي بتعمل ايه. طيب، انا عندي دلوقتي بيقولك يتكون النبات من عدة اجزاء تساعد النبات على صنع الغذاء. الورقة والساق والجذور دولت بيساعدوا النبات ان هو يصنع الغذاء بتاعه، وهنعرف برضو كمان شوية ازاي بيصنع الغذاء بتاعه. والقيام بالعمليات الحيوية. ايه هي العمليات الحيوية ديت؟ من اسمها كده هي عمليات، يبقى حاجات بيقوم بيها النبات. حيوية يعني بتخليه يقدر انه يعيش. العمليات الحيوية ديت هي مين؟ هي عملية التنفس والبناء الضوئي. ايه دولت؟ برضو استنى هنعرف كمان شوية بالتفصيل. طيب، في حاجة مهمة قبل ما انقل السلايد اللي بعده. في الصورة اللي قدامنا ديت مشاور لي على الورقة والساق ان هما مجموع خضري، ومشاور لي على الجذور ان هما مجموع جذري. طب ليه مشاورين لي على الورقة والساق ان هما مجموع خضري؟ المجموع الخضري دوت يعني لونهم اخضر، تمام. اما الجذور ديت مجموع جذري، هي لوحدها تحت ايه؟ تحت الارض خالص، فهي مسمية على اسمها. بس يبقى لو قالك الورقة والساق دول مجموع ايه؟ مجموع خضري. لو قالك الجذور دي مجموع ايه؟ مجموع جذري. طيب، ندخل على الجزء اللي بعده. هناخد بالتفصيل بقى كل جزء فيهم. اول حاجة الاوراق. الاوراق عندي بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس. طب ليه؟ قال لي لصنع الغذاء. مش احنا لسه قايلين
انه الاجزاء بتاعة النبات دي بتساعد النبات على انه يصنع الغذاء بتاعه؟ ايوه، منهم الاوراق اللي هو جزء من النبات. طيب الاوراق ديت بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس. نيجي بقى لصورة برضو تانية في الاوراق اهي. الاوراق فيها حاجة كده فتحات صغيرة، لو كبرت الورقة هتلاقي ان هي فيها فتحات صغيرة جدا ما بتتشافش غير تحت الميكروسكوب. الفتحات ديت اسمها الصغور. يبقى تاني الفتحات ديت اسمها الصغور. الصغور ديت اللي بيدخل من خلالها ثاني اكسيد الكربون وبيطلع من خلالها الاكسجين. تمام. يبقى الصغور في الاوراق ديت عامله زي الانف عند الانسان. الانف عند الانسان بيطلع منها ثاني اكسيد الكربون وبيدخل من خلالها الاكسجين. برضو النبات عنده حاجة بديلة اللي هي الصغور، اللي هي عبارة عن فتحات تنفسية بيدخل من خلالها ثاني اكسيد الكربون وبيخرج من خلالها الاكسجين. برضو في الصورة اللي تحت ديت اهو بيقولك انه النبات اهو برضو اللي بيدخله بالسهم كده لجوه ثاني اكسيد الكربون، ومين اللي بيخرج منه في الهواء؟ الاكسجين. فيقوم الانسان او الحيوان اخد الاكسجين اللي بيطلعه النبات ده ويخرج مين؟ ثاني اكسيد الكربون. ده الانسان والحيوان. طيب تاني جزء في النبات هي الساق. الساق ديت بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة كده عاملة زي خشب او عصاية طويلة بتبقى طالع من عليها الاوراق وبتبقى متوصلة من تحت بالجذور. طيب الساق ديت وظيفتها ايه؟ قالك وظيفتها ان هي بتنقل الماء والعناصر الغذائية الى جميع اجزاء النبات. طيب المية والعناصر الغذائية دي بيجيبهم منين؟ هل هي بتصنعهم؟ يعني الساق ديت بتبقى فيها المية والعناصر الغذائية؟ قالك لا، دي بتنقلهم مش بتصنعهم او بتاخدهم من حاجة، لا بتنقلهم. طب بتنقلهم من مين لمين؟ قالك بتنقلهم من الجذور للأوراق أو إلى جميع أجزاء النبات. يقصد هنا بجميع أجزاء النبات اللي هي الأوراق والفروع وهكذا. تمام. يبقى هي هنا عبارة عن موصل ما بين الأوراق أو جميع أجزاء النبات والجذور. تمام. يعني مثلا لو أنا هرسم مثلا نقطة A ونقطة B في ورقة وأنا عايزة أوصل ما بينهم، هقوم رسم خط طويل يوصل ما بين النقطة A والنقطة B. اهي الساق بالظبط هي الخط الطويل اللي وصل لي ما بين النقطة A والنقطة B. اهي النقطة A والنقطة B دولت اللي هما الأوراق والجذور. اتفقنا؟ طيب تالت بقى جزء في النبات هي الجذور. الجذور ديت زي ما احنا شايفين كده في الصورة ديت، ده نبات انا طلعته من التربة، رحت شداه كده وطلعته بره التربة. لقيت فيه ايه؟ لقيت فيه فروع كده صغيرة طالعة اهي. الفروع ديت مليانة بقى طينة بقى ورمل وكده لان هي كانت مدفونة تحت التربة. الفروع الصغيرة ديت هي الجذور. طيب الجذور دي وظيفتها ايه؟ قالك ليها وظيفتين مهمين جدا. اول حاجة بتمتص الماء والمعادن من التربة. يبقى هي بتمتص الماء والمعادن من التربة، ما هي موجودة في التربة فلازم تعمل حاجة. هتقوم عاملة ايه؟ هتقوم قايلة للتربة انا همتص منك المية والمعادن ديت علشان انقلهم للساق، والساق تنقلهم لمين؟ للأوراق أو إلى جميع أجزاء النبات زي ما احنا لسه اخدين. طيب دي أول وظيفة. تاني وظيفة هي إنها بتثبت النبات في التربة، يعني بتخلي النبات ثابت. يعني انت مثلا لو ما تيجي مثلا تشد أي حاجة، أي نبات أو أي وردة أو أي زهرة موجودة مدفونة في الأرض في التربة، هتلاقيها مش بتتشد معاك مش بتتشد معاك بسهولة كده، هتلاقيها تقعد تشد فيها كتير. ليه؟ لأن الجذور ماسكة في التربة مثبتة النبات، مش مخليه ان هو يطير او يتفك بسرعة. عشان كده لما بتيجي رياح قوية او شديدة على النبات مش بتخليه ان هو يتخلع بسرعة من التربة او بقى او يموت، لا بتخلي الجذور ديت تثبت النبات علشان اي حاجة قوية جت عليه تخليه زي ما هو متكيف في التربة. سؤال بقى، السؤال ده بيقول كيف تستفيد أجزاء النبات من الماء والهواء وضوء الشمس؟ إزاي أجزاء النبات ممكن تستفيد من المية والهواء وضوء الشمس اللي هي الاحتياجات اللي بيحتاجها النبات اللي احنا قلناها في أول الدرس خالص. قلنا إن النبات بيحتاج ل4 حاجات: مية وهواء وضوء الشمس والتربة، والتربة ديت شيء غير أساسي ليه؟ للقيام بالعمليات الحيوية. طيب ازاي بقى بيستفيد منهم؟ ده السؤال.
قالك بيستفيد منهم ان هو بيخلي النبات طبعا فيه اجزاء ايه، الجذور والساق والاوراق. الجذور بتمتص المية والعناصر الغذائية وتقوم نقلاها للساق، وبعد كده تنقلها للأوراق، وتمتص الأوراق ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون لصنع الغذاء. تمام. يبقى احنا هنا ضوء الشمس استفدنا منه في ايه؟ انه الأوراق قلنا ان هي بتمتصه علشان تصنع الغذاء. طيب والمية استفدنا منها بايه؟ ان الجذور مثلا وانت بتسقي كل يوم التربة او النبات دوت بالمية، المية دي ايه؟ بتنزل في التربة، فتقوم الجذور ديت ممتصاها هي والعناصر الغذائية الموجودة في التربة، وتقوم نقلاها مين؟ للساق. والساق وظيفته ايه؟ ان هو ينقل العناصر الغذائية والمية ديت الى الاوراق او الى جميع اجزاء النبات. فكده اجزاء النبات استفادت بشكل متكامل من المية والهواء وضوء الشمس. بعض الرموز الهامة اللي احنا لازم نبقى عارفينها. ليه؟ لانه في الامتحان مثلا ممكن يقولك الاكسجين او ثاني اكسيد الكربون مثلا، الاكسجين او ثاني اكسيد الكربون مش يكتبهم كده بالعربي، لا يجيب لك الرمز، فتبقى عارف ان رمز الاكسجين هو O، حرف الاو وتحتي كده 2، وثاني اكسيد الكربون هو السي والاو والتو. طيب النشاط التاني بقى هو احتياجات الشجرة. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجة، ندخل بقى على تاني حاجة اللي هو النشاط التاني اللي هو احتياجات مين؟ الشجرة. هتقولي طب ما الشجرة ديت نبات، صح؟ يعني برضو احتياجاتها زي احتياجات مين؟ زي احتياجات اي نبات موجود في العالم، يعني مية وهواء وضوء الشمس والتربة اللي هو مكان النمو. يبقى زي ما احنا قلنا في الاول خالص، اي نبات بما فيهم الشجرة ليه نفس الاحتياجات او بيحتاج نفس الحاجة اللي هو المية والهواء وضوء الشمس والتربة، اللي هم الاربع حاجات معانا المهمين لأي نبات موجود في العالم. طيب حتى تبقى الشجرة على قيد الحياة وتنمو بصورة سليمة فإنها تحتاج إلى إيه؟ هتقولي بتحتاج إلى المية والهواء وضوء الشمس والتربة، صح؟ بس هل دولت برضو كافيين؟ هتقولي كافيين. هقولك أيوة، بس علشان مثلا لما يجيلك انت دلوقتي بتخلي جايب نبات وبتخليه عايزه مثلا ينمو عندك، المية هتجيله كده من العدم؟ اكيد لا. انت مثلا كل يوم هتقوم مثلا في ساعة معينة تروح تسقيه مية، صح؟ يبقى معنى كده ان هو محتاج رعاية بشكل مستمر لتوفير الاحتياجات بتاعته، عشان اوفر له الاحتياجات اللي هي احتياجاته ديت اللي هي ايه؟ المية والهواء والشمس، صح؟ يعني انا مش هخلي النبات بقى كده مع نفسه بقى يجيله مية ما يجيلوش مية، لا، انا لازم ارعاه بشكل مستمر علشان الاحتياجات بتاعته تتوفر، وعلشان ينمو بصورة سليمة ما يموتش او يذبل. تمر الشجرة بمراحل عديدة بدءا من انبات البذور، ان انا احط بذور في التربة، وده على فكرة اي نبات انت عايزه مثلا ينمو عندك او عايز مثلا تخلي نبات عندك معين تزرعه عندك، لازم تجيب البذور بتاعته وبعد كده تحطها في التربة. يبقى اول حاجة بعملها هي انبات مين؟ انبات البذور. تاني حاجة البذور اللي احنا حطيناها في التربة ديت هتنمو لمين؟ هتنمو لنبات صغير. وبعد كده تالت حاجة تستمر في النمو إلى أن تصبح شجرة إيه؟ كبيرة. النشاط التالت بقى إيه اللي انت عارفه عن احتياجات النبات؟ يحتاج النبات والحيوان إلى العديد من الموارد لكي ينمو ويظل على قيد الحياة. انت عارفها طبعا الاحتياجات بتاعت النبات، ده احنا قلناها مرتين، اللي هما الأربع حاجات: المية والهواء وضوء الشمس والتربة. بعد كده بقى هناخد مين؟ الاحتياجات. الاحتياجات هنقارن ما بين الاحتياجات بالنسبة للنبات وبالنسبة للحيوان أو الإنسان، طبعا ما الحيوان والإنسان واحد. طيب أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. أول حاجة أوجه التشابه، يحتاج النبات إلى ماء وهواء وغذاء. اللي هو إيه الغذاء دوت؟ الغذاء ده اللي بيحصل عليه من عملية البناء الضوئي. مش احنا قلنا عملية البناء الضوئي يمتص ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس يقوم مخرج أكسجين وغذاء؟ يبقى الغذاء دوت بيحصل عليه من عملية البناء الضوئي. أما الحيوان أو الإنسان، يحتاج الإنسان والحيوان الماء والهواء والغذاء برضو. إيه ده؟ هم أيوة، ما هو أوجه التشابه بقى. طيب أوجه الاختلاف،
يصنع النبات غذاؤه لكي يحصل على الطاقة اللازمة للنمو والبقاء. يبقى النبات هو اللي بيصنع غذاؤه بنفسه، علشان كده بنقول على النبات انه كائن منتج، ودي مهمة. كائن منتج هو اللي بينتج او بيصنع غذاؤه بنفسه. يبقى اكتبوها عندكم انه النبات كائن منتج، اما الحيوان والانسان بيبحثوا عن غذائهم لكي يحصلوا على الطاقة اللازمة للنمو والبقاء. يبقى الحيوان والإنسان مش بيصنعوا حاجة، لا. الإنسان بتلاقي مثلا ايه بتتغذى على ايه؟ على نبات. بتتغذى على الحيوان. طب الحيوان بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على النبات. يبقى بيتغذى على كائن تاني، يبقى هو مستهلك، كائن مستهلك. يبقى نقول تاني، النبات كائن منتج، اما الحيوان او الانسان كائن مستهلك. انواع الاحتياجات. انا عندي نوعين من الاحتياجات، احتياجات اساسية واحتياجات غير اساسية. طيب الاحتياجات الاساسية ديت زي المية وثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس. ثاني اكسيد الكربون دوت هو الهواء. طيب الاحتياجات الاساسية ديت اللي احنا قلنا عليها في اول الدرس خالص، اللي هو النبات بيحتاج الى ايه؟ 3 حاجات اساسية، المية والهواء وضوء الشمس، او ثاني اكسيد الكربون هنا بديل للهواء. طيب الاحتياجات بقى الغير اساسية. الاحتياجات الغير اساسية السكر والاكسجين والتربة. طيب خلينا في التربة الاول. احنا قلنا برضو في اول الدرس خالص ان التربة ديت من الاحتياجات الغير اساسية. ليه؟ لانه في نباتات بتكون مائية يعني بتنمو في المية، وفي نباتات هوائية بتنمو في الهواء، وفي نباتات بتنمو على الصخور. مش كل النباتات بتنمو في التربة، عشان كده هي احتياجات غير اساسية. يعني النبات ممكن ما يعتمدش عليها كشيء اساسي. وزي السكر والاكسجين. ليه؟ لانه السكر النبات بينتجه، فهو مش بيبقى عايزه من بره. ونفس النظام الاكسجين، تمام. الاكسجين برضو بينتجه في عملية البناء الضوئي، بس السكر والاكسجين هو بينتجهم في عملية البناء الضوئي، عشان كده هو برضو مش بيحتاجهم من الخارج او من البيئة، عشان كده هم احتياجات غير اساسية. دلوقتي عن العمليات الحيوية. انا قلت في اول الدرس ان العمليات الحيوية هما عمليتين، عملية البناء الضوئي وعملية التنفس. طيب عملية البناء الضوئي وعملية التنفس عكس بعض، يعني اللي بيحصل في البناء الضوئي بيحصل عكسه في التنفس. طيب البناء الضوئي دي بتحصل امتى وايه اللي بيحصل فيها؟ البناء الضوئي من اسمها كده الضوئي، يعني بتحصل في النهار، لازم في وجود ضوء الشمس، يعني ما بتحصلش بالليل، لازم ضوء الشمس يبقى متواجد. اما التنفس بيحصل طوال اليوم، ليل او نهار، مش لازم بقى ضوء شمس، لا عادي في اي وقت. طيب التبادل الغازي في العمليتين بيبقى متعاكس، يعني بيحصل في البناء الضوئي بيحصل عكسه في التنفس. طب ايه اللي بيحصل في البناء الضوئي؟ النبات بيمتص ثاني اكسيد الكربون وبيقوم مخرج مين؟ الاكسجين. طب في التنفس بيقوم ممتص الاكسجين ومخرج ثاني اكسيد الكربون. معنى كده انه التنفس في النبات زيه زي التنفس في الانسان والحيوان. انت حفظت البناء الضوئي، اعكس على طول في التنفس، يعني احفظ واحدة بس منهم، مش لازم تحفظ الاتنين عشان ما تتلخبطش. احفظ البناء الضوئي، النبات بيمتص ضوء الشمس وثاني اكسيد الكربون، سهم خارج بيخرج الاكسجين والجلوكوز اللي هو الغذاء. عايز تكتب الغذاء اكتب، عايز تكتب الجلوكوز اكتب، هما الاتنين واحد. عكسه على طول في التنفس، يقوم مدخل الاكسجين ويقوم مخرج ثاني اكسيد الكربون، والعملية دي بتحصل طوال اليوم ليل ونهار. اما البناء الضوئي لازم ضوء الشمس، من اسمها ضوئي، بناء ضوئي ضوء الشمس. كيف تحصل النباتات على الغذاء بتاعها؟ بتصنع الغذاء بتاعها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي. طيب ايه هي عملية البناء الضوئي؟ عملية البناء الضوئي هي عملية تقوم بها أوراق النبات بصنع الغذاء من خلال اتحاد الماء وثاني أكسيد الكربون في وجود ضوء الشمس. يبقى ثاني أكسيد الكربون في المعادلة تحت هي ثاني أكسيد الكربون زائد المية زائد ضوء الشمس، سهم يديني الغذاء والأكسجين. الغذاء دوت اللي هو بيعمل على إعطاء النبات الطاقة علشان يخليه ينمو ويظل على قيد الحياة.